صباح الخير، ازيكم؟ انا بكلمكم من شاطئ مرسى مطروح. زي ما انتم شايفين كده، ادي القرية ورانا اهي، وادي الشاطئ اهو، كله اهو قدامي اهو. فبصراحة فسحة ممتعة، فسحة جميلة جدا. وانا اول مرة يعني احس ان انا في مصيف فعلا. الشاليهات قدام البحر على طول مباشرة، ولا ندور على مكان، ويكون في كل الاستخدامات، في الشمسية، في الشезлونج، في الكراسي، في كل حاجة بنستلمها كلها مع الشاليه. فبصراحة أنا بشكر جريدة الأهرام إن أنا اسمي جه في القرعة على مرسى مطروح، وخدت الشاليه في الدور الأرضي، والشاليه بيطل على البحر على طول. بطلع من الفرندا في الدور الأرضي، ببص على جميع البحر كده. أنا بكلمكم من على الشاطئ. فبصراحة يعني مرسى مطروح ديت زي ما قالت فعلا الفنانة الراحلة ليلى مراد: أحب اتنين سوا، المية والهوا. فيعني بصراحة اللي ما راحش شاطئ مرسى مطروح يعني يعتبر كده ما راحش أي شاطئ. فيه هدوء، فيه استجمام، في نوعية الناس كمان اللي بتنزل البحر، نوعية الناس الجيران اللي موجودة معانا في الشاليهات. فبصراحة يعني رحلة ممتعة بكل المقاييس، بكل المقاييس. أنا إزاي أنا ما روحتش مرسى مطروح قبل كده؟ يعني أنا رحت كل الشواطئ داخل مصر وخارج مصر. رحت دهب، ورحت نويبع، ورحت شرم الشيخ، ورحت الغردقة. لكن كنت دايما كل سنة أأجل مرسى مطروح عشان بعد المسافة، عشان بعيدة شوية. خلينا في الغردقة اللي رحناها عشان جميلة، خلينا في شرم الشيخ عشان جميلة. لكن جت بقى الصدفة بقى إن أنا أروح مرسى مطروح. فبصراحة يعني حتة من الجنة. والنهاردة بالليل أو بكرة رايحين مرسى مطروح وسط البلد. هنشوف شواطئ عجيبة، وهنشوف شارع اسكندرية وشارع ليبيا، وهنشوف بقى الزحمة هنا أنا بقالي النهاردة تاني يوم في استمتاع وهدوء تاني. والتكلفة كانت تكلفة رمزية وبسيطة. فأنا بفكر إن أنا رحلة مرسى مطروح أطلعها تبع مؤسسة السلام لحقوق الإنسان. مش شرط نروح القرية دي، لأن مش هينفع نروح القرية دي لأن دي خاصة بالعاملين بالأهرام. لكن احنا ممكن نحجز في قرى تانية وفي أماكن تانية في أسعار أقل وفي أسعار أعلى. بس هيبقى نوع من انبساط الناس الأعضاء اللي عندنا، لأن كذا حد قال ما نطلع مرسى مطروح، لما تعمل رحلة لمرسى مطروح. فاحنا بإذن الله كده احنا مش يعني أنا شايفة إن إحنا العمل مش قل شوية في المؤسسة ولا حاجة، لأ. يعني أنا بدي لنفسي فترة استراحة كده شوية، علشان أنا تعبانة كده شوية، فادوني استراحة. يعني بقالي كذا سنة بشتغل في المؤسسة، فادوني استراحة شهرين ثلاثة، وبعد شهرين ثلاثة أقول أنا واخدة أجازة ليه؟ لكن أنا في الفترة اللي أنا مش بشتغل في المؤسسة أنا بعمل شغل تاني، وده هيبقى شغلي مفاجأة برضو للمؤسسة، والناس هتشوفه. وادعوا ان الشغل اللي انا بشتغل فيه ان شاء الله يتم على خير، لاني هنطلع طلعة تانية، وهيبقى للمؤسسة ليها شغل تاني خالص نهائي. شغل تاني يعني من حاجة تانية خالص. وبعدين أنا يعني رسالة العلاج وعيادات السلام أنا بعمل فيها تدفق بطريقة عالية، لأن الناس محتاجاها. وبعمل تنسيق مع بعض من المستشفيات والعيادات والدكاترة في أماكن كتيرة قوي. فده برضو من ضمن الشغل اللي أنا بعمله. والشغل في شغل تاني أنا مش عايزة أفصح عنه، لأن ده اعتبره مفاجأة. بس ادعوني إن يتم بسلام، ومتزعلوش مني إن أنا ضفت جزئية الشغل في المصيف. لكن أنا حبيت أقول لكم أنا فين وبعمل إيه. فإن شاء الله كل حاجة على خير.
وهتلاقوا انتوا بعد شهرين 3 ايه الفيديو دوت. وهنلتقي بكم قريبا مع حاجات جديدة لمؤسسة السلام، وهنلتقي بكم مع حاجات جديدة لقناة السلام. وتابعوني دايما على القناة، وتابعوني دايما على التيك توك، لان الفيس انا يعني مش بفتحه غير ضئيل قوي. ف يعني ما تزعلوش مني، القناة والتيك توك حاليا دلوقتي هو الشغل اللي بيدخل عائد. الفيس ما بيدخلش عائد قوي، بس احب اكون متواصلة معاكم. وانا بشكر كل اللي بيتابعوني على التيك توك وكل اللي بيتابعوني على القناة، ودايما نلتقي بيكم في فيديوهات حلوة. وانتظروا برضو بعد فترة مش قادرة احددها قد ايه، في فيلمين انا انتهيت منهم، وان شاء الله هصورهم برضو. وكل سنة وانتم دايما طيبين، مع رحلة جديدة ورحلة سعيدة. معكم هناء عبد الله.